السلام عليكم. هتكلم مع حضراتكم النهارده في واقعتين. الواقعه الاولى حصلت في شبرا الخيمه والثانيه حصلت في كفر الشيخ. الواقعه الثانيه كانت اثارت غضب رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليله الماضيه، وهي مقتل سيده وابنها، ولكن الناس ما كانتش عارفه مين اللي ارتكب الجريمه دي لحد ما رجال الشرطه قدروا بالفعل انهم يقبضوا على الجاني. الواقعه دي كانت حصلت بعد مذبحه كفر الشيخ اللي اتكلمت عنها الحلقه اللي فاتت، ولكن لسه التحقيقات شغاله في الواقعه دي. طيب هنتكلم دلوقتي في الواقعه بتاعت شبرا الخيمه. الواقعه دي حصلت لسيده اسمها عزيزه اتقتلت، والشروع في قتل اخيها اسمه خليل. طيب ايه اللي حصل لهم بقى بتفاصيل الموضوع؟ اللي حصل بان الحاجه عزيزه واخوها الاستاذ خليل الاثنين كبار في السن وعايشين مع بعض في شقه واحده، اتنين اخوات، ولكن اتفاجئوا باتنين مسجلين خطر يخبطوا على الباب مره واحده. تقوم الحاجه عزيزه فاتحه الباب، واحد بيضربها باليد في وشها في عينيها الشمال، تقع على الارض، ويقوم جاي ماسك دماغها وينزل ضرب فيها في الارض لحد ما يتاكد ان روحها فاضت للي خالقها. يقوم جاي اخوها اللي هو الحاج خليل على ما يجي من جوه، التاني المتهم التاني نزل ضرب فيه وبرضه عمل معاه نفس الموضوع، بل ان هو ربط رجليه بحبل كان معاهم. هم كانوا مجهزين وجايين بكل مستلزماتهم اللي هيستخدموها علشان يسرقوا اللي موجود في الشقة، وبالفعل سرقوا كل حاجة وخدوا بعضهم وهربوا. ولكن يعني العناية الإلهية أنقذت الحاج خليل من الموت، وهو ده اللي اعترف عليهم. وبالفعل بعد كده تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم الحكم في القضية دي في خلال الأيام القليلة الماضية بالإعدام شنقا، وهيتم النطق في الحكم يوم 10/12/2022. فده كان بالنسبة لتفاصيل الواقعة الأولى. الواقعة الثانية بقى حصلت في محافظة كفر الشيخ. اللي حصل بإن في أم وابنها اللي صورتهم ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي، دول اسمها هدير طه، عندها 27 سنة، وابنها اسمه يوسف جمعة عنده 7 سنين. المهم إن الواقعة دي حصلت في عزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. اللي حصل بإن السيدة اللي صورتها ظهرت قدام حضراتكم من شوية قتلت هي وابنها في قلب الشقة في ظروف غامضة، ومحدش عارف مين اللي ارتكب الجريمة دي. طبعا رجال الشرطة لما جالهم بلاغ من والدة الضحية بتقول لهم أنا دخلت على بنتي البيت بتاعها، اتفاجئت إنها مقتولة قدام باب الحمام وابنها مقتول في أوضة النوم. طيب مين بقى اللي قتلهم وإيه اللي حصل لهم بالظبط؟ اللي حصل بإن رجال الشرطة لما شافوا كاميرات المراقبة اللي موجودة حوالين المكان تبين بإن في مزارع، الراجل ده موجود هو شغال غفير في نفس القرية، ولكن دخل اسمه أحمد، الراجل ده عنده 45 سنة، دخل عليهم مرة واحدة على ما صرخت كان طلع جري عليها وفضل يخنق فيها لحد ما روحها فضت اللي خالقها، وقام جاي سارق منها الحلق وسرق منها الخاتم وخد بعضه وجه عشان يهرب. لقى الابن اللي عنده 7 سنين، خاف لا يفتضح أمره ويعترف عليه، قام جاي قاتل الطفل هو كمان وفضل يخنق فيه، وفي الاخر خد بعضه وهرب، ولا من شاف ولا من دري، ومحدش عرف مين اللي ارتكب الجريمه دي لحد ما رجال الشرطه لما شافت كاميرات المراقبه اللي موجوده حوالين المكان قدرت بالفعل انها توصل للمتهم ده، وبالفعل اعترف ان هو سرق ذهب اللي كانت لابساه، وفي الاخر راح باعه لواحد في محل ذهب يعني في مدينه اللين اسمه عبد الله عنده 25 سنه، باعهوله. ولما رجال الشرطه جابت صاحب المحل قال لهم هو بالفعل الراجل جه وباع لي الذهب ده وبعته له ب 12,000 جنيه. وفي الاخر تم القاء القبض على المتهم وجاري التحقيق معاه في الواقعه. فده كان بالنسبه لتفاصيل الواقعتين. ربنا يحفظنا ويحفظكم رب من اي شر ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات وادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجه مهمه جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب لحضراتكم كمان لينك قناه اليوتيوب الجديده تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا ويشتركوا ويفعلوا الجرس علشان عايزين نعلي القناه تاني بيكم، لان القناه القديمه عليها مخالفات كتير واتوقفت. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.